ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احب اتكلم عن حاجه، بس انا عايزه اعرفها. ليه دايما كل اللي جوزها بيسافر بيخونها؟ يعني ليه دايما كل راجل مسافر بيخون؟ لا، وكلهم عندهم نفس الافكار بنفس الصفات بنفس الاسلوب. يعني تحس ان الراجل اللي مسافر هو دايما الواتس بتاعه مش اونلاين. يعني اصل انا بهرب منهم في الشغل. هو اصلا مش بيهربوا عشان انتي ما تبقيش شايفه هو متصل ولا مش متصل. بعدين تلاقيه بيقفل معاكي ويروح يكمل، تلاقي مثلا الاونلاين في اي حاجه. طب انت كنت فاتح؟ اصل انا ماليش نفسي اتكلم. تقريبا كلهم نفس الاسلوب، كلهم ما بيكفوكيش مصاريف. يعني مش انت ما بتفهميش هو مسافر ليه. ما بيديكيش كفايتك في المصاريف عشان الدنيا ما فيش ومش موجوده ومش عارف ايه. و... وتلاقيه هو دايما بيلوم عليكي انك مش فاضياله. اللي هو طبعا حضرته اصلا قاعد في البيت مرتاح، خلص شغله وقاعد بقى فاضي، وانتي طول النهار قايمه بدور بابا وماما طول النهار، تعملي كل حاجه تقريبا. وهو قاعد فاضي مستني واحده تقعد تكلمه، وحضرتك مش فاضيه لده طبعا للاسف. فبيستسهل يلاقي واحده يعمل معاها ده، تسلي وقت فراغه. ومبرراتهم كلهم واحد. تقريبا هو الرجاله اغلبها واطيه واحنا ما نعرفش ولا ايه. يعني مش عارفه. بس يعني كل اللي شفتهم، يعني مثلا في خلال التمانية صحابي في منهم 7 6 بيتخانوا تقريبا. والاتنين التانيين لا، بس اعتقد انهم على وشك يعني. دي ما اعرفش ايه السبب. هو تقريبا السبب في السفر. يعني اي راجل بيبعد عن مراته لازم يخون. عشان كده انا اقول لجوزي ما يسافرش ويقعد معانا عشان احنا مش ناقصين. متنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك. نورتونا. ازيكم؟